الاهلي بيتوج بالدوري ال 44 برعايه مهرجان القاضيه. ما انا مش هخلص من قفشه. قفشه يا جماعه هيبطلني اتفرج على كوره شويه هيطلع لي في الحلم. ده اللي ناقص. الدقيقه بتيجي 90 تحس ان هم بيبتدوا الماتش، بنقول يلا الحكم هيصفر عشان نبتدي. طب يا عم قفشه، اللاعب الكبير دايما اللي بيخلص الماتشات الكبير. انا ما بعترفش الا ده طول الحنوتي. انا قلت لك مره ده اندرتيكر بتاع الكره المصريه. طول ما هو موجود، طول ما الاهلي هيجيب اجوان. قفشه هو اجمد لاعب كره في مصر بس مش واخد حقه. دور على اي ماتش الاهلي متأزم، الاهلي مش عارف يكسب، الدقيقه جت 100، الدقيقه جت 200، محدش هيحل الا هو، محدش هينجز الا هو. تخيل ان ده بيقعدوه على الدكه وما بيفتحش بقه. بص الفرق. ده قفشه وهتنزل كل ماتش اخر ربع ساعه، لو احتاجناك زي النهارده كده هننزلك. قفشه بيقعد وبينزل بيفنش. النهايه دي النهايه. 44 دوري من السواد والتين على دماغنا. الاهلي توج بالدوري ال 44. دلوقتي اتحاد الكوره مشكور، عايزنا نلعب وعايز اللعيبه تلعب بطوله كاس مصر. يا جماعه انتوا مش شايفين المرمطه اللي اللعيبه فيها في الاولمبيات والاصابات واللعيبه مش قادره تمشي؟ كاس ايه يا جدعان؟ كاس ايه ده؟ احنا زهقنا من الدوري. كل 3 ايام مطحنه، كل 3 ايام ماتش. خلاص يا جدعان احنا زهقنا. الدوري بقى ماسخ. الاهلي وبيراميدز بينافسوا على الدوري بقالهم بتاع 7 شهور. دوري منهي بلا طموح بلا اي حاجه. فكان هيجي الوقت، وانا قايل لك الكلام ده، قايل لك ان الاهلي هياخد الدوري. بيراميدز يا حبيبي عمره ما هياخد الدوري. في فرق ما بين مشروع دجاج كنتاكي وفي فرق ما بين جزيره بطولات، ما بين ترومبا عماله بدل ما بتنزل في ميه عمال تعزق فيها بتنزل في بطولات. فما حدش هيعرف. انت مش هتعرف تنافس، ما معكش لعيبه قدام الناس دي، مش هتعرف تنافسهم. ده لحد الدقيقه 90 بيموتوا، بيبقى عندهم امل ويقين ان هم هيجيبوا جون. يعني هيجيبوا. بص ما هو ما فيش. طب يعني انت بتسال نفسك هي ليش معنى بتيجي؟ هم عشان هم مقتنعين. الدقيقه جت 90، الدقيقه جت 2 مليون، الاهلي هيجيب جون، يعني هيجيب جون. جه الراجل المدير الفني قال لهم يا جماعه انا مش هقدر العب الكاس عشان اللعيبه ديت هتموت. اللعيبه دي الموسم الجديد مش هتلاقوها، ده احنا هنشارك في 7 بطولات. جه اتحاد الكوره قال لك اصل احنا هنجتمع ونجيب ما هي الانديه كلها لازم تروح. ما هم نفسهم الاهلي يتشال من انا بقول لك الصراحه والدغري. كل الانديه بما فيهم الزمالك وبيراميدز نفسهم الاهلي يتزاح من اي بطوله عشان ياخدوا نفسهم. الاهلي كاتم على نفسنا يا جدعان. الاهلي كاتم على نفسنا. سموحه النهارده عامله ماتش 90 دقيقه دفاع ولا كلمه ومباصيه غلط في الدقيقه 90. حتى لو مش مباصيه غلط الاهلي هيجيب جون. انا قاعد بتفرج على الماتش ومقتنع وعندي اقتناع تام الناس دي هتجيب جون. الناس دي مش هتخسر دوري ولا هيخسروا ماتش ولا. ده الماتش رقم 18 ولا 19 اللي واخدينه بقوه القطر. كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش. مفرمه، شغالين في مفرمه. الراجل مش لاقي لعيبه يلعبها. اليو ديانج طار، محمد عبد المنعم طار، تلاقيه بيلعب كريم ندفد من 3 4 ماتشات. مره واحده خالد عبد الفتاح لعب ماتشين بيراميدز وقعد بقاله 10 ماتشات بيتفرج على سبيستون في البيت. هم دول كده. هم دول عندهم عرق الرجوله اللي هو ما مش هبص ودايما مصدقين نفسهم. يا جدعان بيراميدز كان فارق عن الاهلي ب 16 بونت، 16 نقطه. كله قال لك الاهلي هيقع ماتش ولا 2، كله قال. الدوري ده اللي اداه للاهلي او اللي ساعد الاهلي فيه هو ماتش تاجيل ماتش الزمالك. انت ريحت الاهلي اسبوع ايا كانت النتيجه، الله اعلم. احنا ما بندخلش في علم الغيب ايه اللي كان هيحصل في الماتش، بس ماتش اهلي وزمالك بيبقى ليه تحضيرات خاصه. كان هياخد من ذهن لعيبه الاهلي، كان الاهلي هيبقى مرهق،
ريحنا الاهلي اسبوع يا جماعه، وديناه يلعب بيراميدز وهو مرتاح البال، وخد 3 نقط في ماتش من غير ما يلعبهم. فبدات نقطه التحول من هنا، لما الاهلي والزمالك يلعبوا بعض، حتى لو الزمالك ولا الاهلي دول عظم في قفه شكاير بتلعب، اسمه ماتش ديربي، اسمه ماتش قمه، اللعيبه بتبقى مركزه له قبلها بيومين 3. فطبعا احنا قلنا عملنا رجاله، واحنا مش هنلعب يا جماعه ماتشات من الدور الثاني غير اما نخلص ماتشات من الدور الاول. كله قال لك ما شاء الله زي الفل، هي دي حكايه الدوري. ما لعبناش ماتش الاهلي بتاع الدور الثاني وتمسكنا بقرارنا، فالماتش اتاخد علينا انسحاب، والاهلي خد ال3 نقط. بقى جمهور الاهلي مرضي وجمهور الزمالك مرضي بمجلس ادارته وبقرار الرجوله اللي خدوه. تبص تلاقي بعدها ب3 ايام الزمالك بيلعب ماتش في الدور الثاني. يا جماعه المبدأ ما بيتجزأش، يا عم خليك راجل للاخر. هو طلع قال انا مش هلعب الكاس اهو، يعني مش هلعب الكاس، انتهى. لا في اجتماعات ولا في مش عارفه مين هيروح يقعد مع مين ولا مين هيسوي. طب قال لك انا مش هلعب الكاس، قال لك اجتماع لجنه انديه بسبب مناسبه كاس مصر واقامته، الاهلي ما راحش، كل الانديه راحت الا الاهلي، هو دايما صاحب القرار الاول. فعشان كده هترجع تبص تقول اصل اتحاد الكوره بيخاف من الاهلي، اصل اتحاد الكوره بينفذ طلبات الاهلي، عشان هو بياخد قرار. هو بيقول انا مش رايح يعني انا مش رايح، انا مش هلعب يعني انا مش هلعب. كاس مصر ايه يا جماعه اللي انتوا عايزيننا نلعبه بعد الفضيحه اللي احنا النهارده شلناها من المغرب؟ احنا في فضيحه، احنا النهارده المغرب طلعتنا بفضيحه. ده اكبر نتيجه في الاولمبياد، اكبر نتيجه في الاولمبياد بعد ما رحنا لعبنا نص النهائي قدام صاحب الارض، قدام منتخب فرنسا، ما غلبناش كده. فطلعنا النهارده بفضيحه. ليه؟ في لعيبه مراهقه، حسام عبد المجيد ده مراهق، محمد طارق ده ما بيعرفش يلعب كوره، كوكا وبيشارك مع الاهلي، مش عارف ابراهيم عادل ومش عارف بيعمل ايه، فخلاص اللعيبه ميته. زيزو مصاب من 3 ماتشات ما هوش قادر. لا وبان ان زيزو مؤثر يا جماعه في المنتخب الاولمبي، كان هو اللي بيسحبنا لو حتى ما عملش اسيستات، لو ما جابش اهداف. انما الكوره مع زيزو بيبان انه لعيب خبره ولاعيب كبير ولاعيب دولي، فبيسحبنا بالهجمه لقدام. بعد ما زيزو طلع من الملعب، وده مش مبرر، احنا شئت ام ابيت وزيزو موجود، وبص محمود الخطيب موجود بيلعب، احنا هنتغلب من المغرب، هنتغلب من المغرب، بس مش بالفضيحه دي. ليه؟ في فوارق في الامكانيات. ده احنا اللاعب اللي من عندنا بيعدي نص الملعب بيرجع يحكي لزمايله هو شاف ايه، كانه رعب. العيال واقفه في الملعب بيلعب، ادونا 6 على الواقف يا جدعان. المغرب غلبتنا 6 على الواقف، انت متخيل؟ فما حدش يطلع بقى يقول لي كاس ومش عارفه ايه. ده لسه يا جدعان الاهلي والزمالك هيلعبوا دوري السوبر الافريقي، والاهلي هيلعب في افريقيا والزمالك في الكونفدراليه، وهيلعبوا الدوري وهيلعبوا السوبر الافريقي، ومش خلاص يا جدعان. اللعيبه دي هتجيب طاقم، هتجيب باور منين انها تشارك؟ اللعيبه دي هتجيب باور منين؟ فعشان كده بيطلع يقول لك دايما ده الاهلي نادي الدوله. لا، هو الاهلي مش نادي الدوله، هو الاهلي صاحب مبدأ. الاهلي بيقول مش هلعب يعني مش هيلعب، فمش هتلاقي بقى مبررات واجتماعات ومش، هو شايف بيبص دايما لمصلحته، ملوش دعوه بمصلحه غيره. اي حد في رئاسه الاهلي او قاعد على الكرسي، لو عم حارس بقى رئيس الاهلي الصبح، دايما هتلاقيه بياخد القرار اللي في صالح الاهلي واللي في صالح جماهيره، هو بيبقى باصص لقدام. فالليله النهارده ليله عنوانها الدوري ال 44. يا جماعه لا الدوري هيفرق مع الاهلي، ولا لو بيراميدز كان خد الدوري كان بالنسبه للدوري هيفرق مع الاهلي حاجه. لا، الاهلي لما بيركز على حاجه هيعملها يعني هيعملها، وده مش تمجيد وده مش تطبيل. انا مش بطبل للاهلي عشان حضرتك دلوقتي هتخش تحس ان انا بقول لك الحقيقه. الناس دي النهارده واخده دوري، لعبه 5 نهائيات افريقيا واخده منهم 4، فما فيش يا جدعان. هم محتلين اللعبه، هم حرفيا مقفلين اللعبه وكاتمين على نفس الكل.
سواء بقى في افريقيا، سواء في الدوري، سواء في اي حاجه، هم كاتمين على نفس الكل. يا راجل ده في كاس العالم للانديه الناس بتاعت الفيفا حفظتهم. مين هيجي من افريقيا؟ فلان الفلاني، بيبقوا عارفين هو مين. اكتر نادي في تاريخ كاس العالم للانديه راحوا، طلع بقى التاسع، طلع المليون، طلع ال30. هو ده النادي الوحيد يا جدعان اللي بيمثل افريقيا في كاس العالم للانديه. هو ده الوحيد اللي اخر 10 سنين مكسر الدنيا في افريقيا. محدش قادر عليه. الاهلي محدش قادر عليه. اما ابراهيم فايق طلع قال لك الاهلي بابا الشغلانه. الناس، ما هو فعلا دي حقيقه يا جدعان، ما هو دي حقيقه. روح هات فرقه ونافس الاهلي، واما تكسب الاهلي انا والله العظيم هديك حقك يا عم. والله انا زملكاوي زيك، بس في فرق ما بين واحد متصالح مع نفسه وعارف الحقيقه، وما بين واحد لسه بيقاوح. ده غلبونا نهائي افريقيا يا جماعه باعلى سكواد جه في تاريخنا. انت متخيل؟ لو الحلقه دي عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، والف مبروك لكل اخواتي الاهلاويه على بطوله الدوري. ان شاء الله استنونا في فيديوهات جايه كتير. احلى ناس في الدنيا.